أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب، أنا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب. عندما تشهد مؤسسة إعلامية أمريكية ذات صيت واسع في العالم لمصداقيتها بأن الوجهة السياحية الأفضل في كل إفريقيا هي الرباط عاصمة المملكة المغربية، فلأنها اعتمدت في ذلك على تقارير وأبحاث ومعاينات أنجزها مبعوثوها المكلفون باستكشاف المدينة الإفريقية المستحقة عن سنة 2024 لتقديمها واقتراحها كأحسن مدينة سياحية في القارة الإفريقية. وهذه أول مرة تهتم الصحافة العالمية بمدينتنا التي كانت مجرد عاصمة إدارية وسياسية منذ عقود، فحولها المشروع الملكي إلى أم العواصم الإفريقية بتاريخها وثقافة رجالاتها ونضال مجتمعها المدني ومشاريع عملاقة أنجزت في وقت وجيز على أراضيها، وتطهير كبير وشامل لأحيائها العشوائية وأسواقها البدائية والفوضوية، وعقلنة تدابير خدمات القرب. هذه السرعة في التنفيذ وفي الضبط للحاجية الملحة لخدمة الرباطيين هي التي جعلت عاصمة المملكة تتفوق وطنيا وإفريقيا على باقي المدن، فانطلقت في حصد الإعجاب والتنويه بما راكمته من ألقاب مستحقة دشنتها بلقب مدينة التراث الإنساني، عندما رممت وأصلحت كل الإرث المعماري وأعادت الاعتبار للفضاءات البيئية، واتجهت إلى خلق ريفيرا على ساحلها، واهتمت بتصاميم جديدة لطرقاتها وأنفاقها وأضوائها، مما أهلها لتصطف مع كبريات العواصم العالمية، وتتوج كأفضل مدينة تستحق لا فقط الزيارة ولكن السياحة والراحة وقضاء العطل في أجوائها وبين دروبها.